ماما اليوم رانا فرحانين، وربي يخليك يخلي الوالد يفرحنا وعطانا هذا حزب مسكنين، واليوم رانا فرحانين لولاد، وربي يهنين وربي يهني البلاد ان شاء الله، ومن عقبه ان شاء الله اللي مازال ان شاء الله ربي يفرحهم ان شاء الله حتى هم. يقول بارك عليك. بارك فيك. مظاهرات 11 ديسمبر التي كانت الانطلاقة الفعلية لاستقلال الجزائر، لأن لما فرنسا أرادت أن ترجع منها جزائر فرنسية خرج الشعب الجزائري تحت قيادة حزب جبهة التحرير الوطني للدفاع عن الجزائر العربية المسلمة. هذه الذكرى العزيزة علينا، ونترحم على أرواح شهدائنا الأبرار. نستغل هذه الفرصة لإدخال الفرحة والابتهاج على 240 أسرة التي انتظرت هذا اليوم المبارك للاستفادة في البداية نتاع هذا الشتاء بسكناتها مجهزة مع أبنائهم، ونبارك لهم كذلك في هذه المناسبة. أغتنم هذه الفرصة كذلك أتمنى الصحة والبركة لآبائنا المجاهدين اللي مازالهم واقفين معنا بعد ما كافحوا الاستعمار الغاشم والاستقلال نتاع البلاد. هاليوم راهم يشاركوا معنا في البناء نتاع الجزائر، نتمنى لهم الصحة والبركة إن شاء الله. الكريمة إحياء ذكرى مظاهرات 11 ديسمبر 1960. قمنا في هذه الصبيحة بتوزيع 240 سكن على المستفيدين اللي انتظروا هذه المناسبة الكريمة للاستفادة من
سكناتهم، وخاصة وأنها جات في هذا الموسم اللي بدأ الموسم الشتوي، وإن شاء الله فيه استفادات أخرى في القريب العاجل. السداسي الأول نتاع 2021 ستتم توزيع أقرب من 600 سكن، وقبل نهاية السنة نوصلوا إلى 1500 سكن اللي سوف تتوزع على مواطنين هذه الولاية. فيه عمل كذلك للإسراع في الإنجاز ما تبقى من كل الأنماط الأخرى نتاع السكن، أكثر من 3000 سكن فيما يخص النمط نتاع عدل اللي سوف كذلك يتم التوزيع نتاعها خلال السنة المقبلة. بارك الله فيكم.